السلام والصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جيتكم بأكلة تقليدية اللي هي الرفيس القسنطيني بطريقة سهلة مهلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. بداية هنا راح نبدوها بالسميد. هذا عندي سميد متوسط، عندي 4 كيلات من السميد المتوسط. عندي نصف كأس من الزبدة كنت ذوبتها عادي، وراح نزيد لها النصف الثاني اللي هي زيت، راح تكون كيلة فايضة. شوفوا، درت نصف زبدة والنصف الثاني كنت درته زيت، وخليته حتى الكاس تاعي يفيض بهذه الطريقة، يعني كيلة تكون فايضة. بالنسبة للسميد كما قلت لكم يكون متوسط، حباباتها تكون متوسطة، مش خشين ومش رقيق. راح نضيفها للسميد ونبدأ نخلط فيها بهذه الطريقة حتى تندمج كامل عندي هذيك المكونات، السميد والدهان اللي هو زبدة وزيت. كما قادرة ديري زبدة كامل، يعني الكيلة تكون زبدة كامل أو سمن كامل أو زيت كامل، ولا قادرة تخلطي بيناتهم. أنا درت نصف زبدة ونصف زيت، قادرة ديري نصف سمن ونصف زيت، أو قادرة ديريهم يعني زبدة وحدها ولا زيت وحده ولا سمن وحده، يعني الاختيار يرجع ليك. راح نبدأ نحك فيها بهذه الطريقة ونبسس، كما نقولوا نبسسها مليح بالاطراف تاع يديا حتى تندمج كامل. لدام والسميد يندمجوا كامل مع بعضهم، يعني واحدة 3 دقائق أو 4 دقائق نحكها بهذه الطريقة. مش تحك شوية وتقولي راهي مندمجتليش راح نضيفها شوي زيت، لا، ضيفي يعني حكي ما بين يديك مليح مليح حتى تحسيها اندمجت كامل مع بعضها. في المرحلة هذه ندير الطريقة هذه، إذا تكورت في يديك بهذا الشكل هني يعني راهي مش مخصوصة إدام، يعني هني راهي جت قد سوا سوا بهذه الطريقة. كما قلت لكم حكوا مليح ما بين ايديكم، وبعد ديروا اللقطة هذه، مش تديري شوية وتقولي راهي ما تلمتليش، لا، يعني كل حاجة وقياسها، حكها مليح ومن بعد ديري كوري. إذا تكورت عندك وما شققتش هني راهي ما تحتاجش إلى إدام. ضفت هني كمية من الملح، حاجة قليلة فقط، يعني باش تنحي ذيك الطعمة تاع يعني السماطة، تجي شوية مطعمة. بالنسبة للكيلة هني جبت كيلة من الماء، نفس الكاس، هذا الكاس اللي عبرت به درت منه 4 كيلات تاع سميد متوسط، درته كيلة تاع ماء وبديت نجمع فيه بهذه الطريقة. ما نعجنوش، نلمه فقط بروس الأصابع. نبدأ نضيف في الماء بالتدريج وندير في هذه الحركات، نكرر ونعاود، ما تعجنيش، يعني بروس الأصابع فقط، يعني اللم لمان. بالنسبة للماء راح أنا هزلي كأس وشوية تاع ماء. شوف، كل واحد وعلى نوعية السميد تاعه، كان اللي يشرب زيادة وكان لا. هو في الأصل كل 4 كيلات عندها كيلة من الماء، لكن تختلف من سميد إلى آخر. أنا شوفوا كملت كامل هذا الكاس تاع الماء. راح نبقى ندخل فيه بهذه الطريقة بصبع يديا. ودرت هذه الطريقة كما راكم تشوفوا فقط بأصابع اليد، يعني ما عجنتش كامل. جتني هني شوية ناقصة شوية ماء،
راح نزيدها واحد ربع كاس هكاك او اقل شويه تاع ماء كما تشوفوا. هني شويه فقط تاع ماء، يعني قيس واحد ربع كاس هكاك. كما قلت لكم راه يختلف من سميد الى اخر. ونبقى ندخل فيه بهذه الطريقه، يعني بروس الاصابع نتاعي حتى يدخل كامل. هذا اللي راح نتحصل عليه كما هذا القوام. هني جبت صينية كانت القطر تاعها 30 سنتيم، راح نفرشها كامل بهذه الطريقة على كامل الصينية، ويكون الفور مفتوح على 200 درجة. إذا كان عندك فور يفتح من الفوق والتحت، أفتحيه من الفوق والتحت حتى يطيب لك من التحت مليح ويحمر، ويحمر كذلك من الفوق. أما إذا كنت مثلي أنا، يعني كان عندي فور يفتح من التحت ونطفي ونفتح من الفوق، راح نطيبه تماما. بعد ما يطيب تماما من التحت نطفي عليه ونشعله من الفوق حتى يحمر تماما. راح نسويه كامل. هني جبت سكين وبدأت نقطع فيه. شوية خليتكم يعني المراحل بزيادة باش تتبعوا بدقة. قد يكون التقسيم عشوائي فقط، يعني حوايج عادية، لكن من أحسن الأمور أنها تكون بانتظام وبدقة. راح نقطعهم كما تشوفوا إذا مربعات مربعات، ونحطها في الفور حتى نطيب وتحمر لي تماما من التحت، ونحمرها مليح من الفوق. يعني ما تخلوهاش تتحرق، حمروها فقط تحمير يكون سمح. هني بعد ما حماروا كما تشوفوا راح نقلبهم في القصعة. هذا الشكل تاعهم بعد ما حماروا. هم سخونين نبدأ نكسرهم بهذه الطريقة. كما قادرة ديري السيار او نقولوا له احنا عندنا الزراد. تهزي الحبات تاعهم هم سخونين وتبدي تفوتي فيهم حتى يهبط لك هذاك يعني يترحى كامل وما يعودش فيه هذيك الكتل. انا اختصرت شويه، راح درتها بالمغرف، يعني طحنتها حاجه قليله بالمغرف فقط كما تشوفوا باش تسهل عليا. وجبت هني الروبو، راح نخدم بالروبو، يعطيك نفس النتيجه تاع السيار او الزراد. تاعين بكري يديروا فيها بالسيار المعروف عندنا كما قلت لكم بالزراد، يديروه ويبدو يهبطوا فيه يعني بشوي بشوي يهبطوه حتى يهبط كامل، ويتحصلوا على هذاك الرفيس يكون رقيق. لكن انا درتها في الروبو، يعني يعطيك نفس النتيجة. شوفوا هذا الشكل اللي تحصلت عليه، هذا هو. بعد ما كملتهم كامل وريحتها كامل، هذا الشكل شوفوا اللي تحصلت عليه، جاي روعة روعة روعة. هني عندي شوفوا كانت عندي نصف كأس، عفوا عندي كأس من الحليب، كأس من الحليب راح نفرقه كامل نفس العبار. هذا الكأس اللي خدمت به، يعني أي حاجة تخدموا بها كملوا كامل بها، هي راح تكملوا بها كامل الخطوات. درت كأس من الحليب ودخلتها فيها بهذه الطريقة، وضفت كأس غير ربع من الماء الزهر. انا كان عندي روح الزهر كنت خلطته بالماء، يعني انت اذا عندك ماء الزهر العادي ديري كأس غير ربع من الماء الزهر.
وراح نكمل ندمجهم كامل مع بعضهم. ابقي دخلي فيها بهذه الطريقة وما تخافوش، راهو يشرب. يعني عش تقولي راكي زودتي ولا حاجة، لا راهو يشرب. هني شوفوا هاو بدا يشرب. راح نغطيه ونخليه حتى يتشرب كامل هذيك الحليب والماء الزهر. ونبدا بعد ما يتشرب كامل نبدا نفتح فيه بهذه الطريقة، يعني مش ما يخليليش هذيك الكويرات، نفتحه بيديا كامل. ونلقى كورية نفتحها. وجبت هني الكسكاس، كنت حطيت الماء يسخن، وجبت هني الكسكاس راح نفرقه كامل في الكسكاس. وضفت معاها نصف كأس أو كأس غير ربع من الكاوكاو. قادرة ديري كأس غير ربع لوز أو جوز، الحاجة اللي حبتها. أنا درت كاوكاو. ونحطه يفور لمدة 30 دقيقة، يعني يفور تفوير تام، معناه يطلع الفار مليح مليح. هني راح نفوره تفويرة واحدة فقط. بعد ما تفور كامل نجيب نصف كأس من السكر، راح نضيفه بهذه الطريقة ونخلطه، يعني حد ما نحطه حد ما نخرجه من الكسكاس نحط عليه نصف كأس من السكر. بالنسبة للسكر راهو سكر حبيبات، هذاك ما تخافوش منه. السكر راح يذوب بفعل هذاك البخار تاع الرفيس. ومن ناحية أخرى كنت ذوبت كيلة من العسل، من العسيلة، معاها كيلة من الزبدة. كنت ذوبتهم مع بعضهم. لمحبي الحاجة الحلوة كما قلت لكم أنا من محبي الحاجة الحلوة، درت كأس من العسيلة مع كأس من الزبدة. إذا أنتي ما تحبيش الحاجة الحلوة تكون حلوة، يعني أنا جاتني سوا، لكن كان اللي ما يحبوش الحاجة الحلوة بزيادة، ديري نصف كأس من العسيلة مع كأس من الزبدة. راح نفرقها كامل عليها ونخلطها يعني من فوق لتحت حتى يندمجوا كامل مع بعضهم. شوفوا كتشوفوها هكا البنات راح تقولوا راهي خسرت، لكن لا، نعاود ونكرر ونقول انه راح يشرب لكم. تشوفوه تقولوا راهو تلبص في بعضه، لا راح يشرب، يعني مش راح يجيك هايل هايل، يعني يجيك رفيس على القاعدة تاعه، ما يجيك ناشف وما يجيك كما نقولوا مدوم بزيادة أو مرنخ بزيادة. خلوه كما هكا وراح ينشف تماما. هني هاو بدا شوفوا رايح ينشف. هني بعد ما خليته يرتاح لمدة قصيرة فقط بدا يرتاح وبدا يشرب. راح نحط لكم في صحن التقديم وتشوفوه. وهني أخيرا هذا صحن التقديم كما راكم تشوفوا فيه. كنت زينته بحبات من اللوز والسكر الناعم، ودرت له شوية لوز إيفيلي. التزيين ديما يبقى اختياري، وكل واحد كيفاش يحب يزين. إن شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. ما تنسوش تعلقوا لي وتكتبوا لي إذا عجبكم وجربتوه. والطعمة تاعه روعة، يعني بشهادة زوجي. إن شاء الله يكون عجبكم. وفي الأخير ما بقى لي غير يقول لكم سلام وشهية طيبة.